بينما كنت قاعده بقى مع صاحبتي كده بنتجاذب اطراف الحديث، فكانت بتسالني هو ايه اللي بيحصل، او يعني ايه بالظبط اللي بيحصل جوه الجلسات بتاعه العلاج الشعوري او الايموشن كوتشنج او كده الايموشنال هيلينج ثيرابيز بوجه عام. علشان ايه؟ ليه بقى؟ عشان كنا بنسال سؤال مهم قوي، انه ساعات الانسان بيكون بيعمل اكشن او بيفكر فكره وهو عارف ان الاكشن ده غلط وتاثيره بالسلب على حياته وعلى علاقاته وعلى كل حاجه غلط وحش، او بيكون بيفكر بطريقه معينه وهو عارف برضو ان التفكير ده غلط جدا، ومع ذلك بقى برضو لسه بيعمله ومصر يعمله مع انه هو مؤذي بالنسبه له ولحياته ولعلاقاته وكل حاجه ورحلته بوجه عام، خسر كتير قوي بسببه، بس برضو لسه بيعمل نفس الاكشن وبيفكر نفس الطريقه. طب ايه الحاجه القهريه اللي بتخلي الانسان يعمل هذه الساتش، يعني الحاجه اللي احنا بنقول عليها دي؟ جوه الانسان بيبقى في حاجه اسمها معتقدات. المعتقدات دي بتبقى هي اللي بتحرك الانسان ده ان هو يفكر ويأكت او يعني يتصرف بطريقه معينه، يسلك سلوك معين. المعتقدات دي بتتبني من واحنا صغيرين قوي، او بتتبني في خلال السنين. لما يحصل ايه بقى؟ اي معتقد بيبقى موجود جوه الانسان. هندي مثال انه في طفل صغير عرف عن نفسه ان هو غبي. بيعرف عن نفسه ان هو غبي ازاي؟ لما بيكون حد الاول قال له الفكره دي. الفكره هي البذره بتاعت المعتقد. الفكره لو عاشت اكتر من 17 ثانيه بيحصل ايه؟ ان هي بتتكون وتتحول لمخلوق. المخلوق ده ما بيبقاش عايز يموت، بيبقى عايز يعيش. فلما بيبقى عايز يعيش بيبدأ ان هو يجذب افكار مشابهة علشان خاطر يفضل معاها، كأنه عايز يكون عيلة كده بالظبط. لما يبدأ يكون عيلة، thought form جنب thought form جنب thought form، يبدأوا مع بعض يعملوا حاجة اسمها معتقد او belief. اوكي، كائنات قعدت مع بعض فعملت فاميلي. الفاميلي دي بقت ليها وزن وليها تقل وبقت موجودة جوه العقل الباطن بتاع الولد. فالولد عرف وتعلم عن نفسه ان هو غبي. لو الكون كله جه قال له ان انت ريسبونسبل، انك برودكتيف، منتج، انك انت ذكي، انك انت سمارت، بتفهم كويس، عمره ما يصدق ان هو كده. ممكن يكون بيجامل ويقول ايوه فعلا شكرا جزيلا، بس هو من جواه مش مصدق ابدا ان هو ايه، ان هو ذكي. لانه المعتقد اللي جوه بيجي يتخبط بيلاقي نفسه غبي 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 غبي، فده مش لايق على اللي جوه. البرنامج اللي داخله، الحاجه اللي داخله من بره مش لايقه على البرنامج اللي اصلا متسطب عنده جوه. طيب الولد ده في خلال حياته لما دخلت له الفكره اتبعها على طول شعور ده بقى مثلا ان ماليش قيمه عشان غبي، ان انا بكره نفسي، ان ما عنديش ثقه في نفسي، ان انا قيمتي قليله، ان انا ما استحقش مثلا ان انا يتقال لي اصلا ان انا ذكي. المشاعر دي، المشاعر احباط، غيره ساعات بقى من ناس تانيين اذكى. اوكي، المشاعر دي بتعزز الوجود بتاع المعتقد ده وبتخليه يتصرف. شفتوا ازاي الترتيب؟ المعتقد اهو مشاعر اكشن، اوكي، فبتخليه يتصرف بطريقه معينه في حياته، بيبقى ليها شكل معين. حلو الكلام ده، حلو الكلام ده. احنا بنعمل ايه بقى في السيشنز بتاعت الايموشنال هيلينج او التكنيكس اللي بنستخدمها علشان خاطر ليه اسمها كده؟ عشان هي بتبقى مركزه على الجزء اللي في النص بتاع المشاعر، اللي هو مبني، اللي اتبنى على المعتقد ده، اللي بسببه بيحصل الاكشن ده، واللي بسببه بيحصل المشاكل في حياه البشر، في علاقاتهم او في نظرتهم لنفسهم. ففي شغل بيتعمل على المعتقد، ان احنا بنكسر المعتقد ببعض التكنيكس، وفي شغل تاني بيبقى افكتيف جدا بنعمله على المرحله بتاعه الايموشنز دي. ان الايموشنز عنده بيكون هو حاسس انه غبي جدا اكتر من هو، يعني هو حاسس انه غبي اكتر من انه هو ذكي، فبيترتب عليه ان هو حاسس ان هو مش طايق نفسه. اوكي، فيرسس عكس انه هو مرتاح مع وجود نفسه وحاسس انه واثق في نفسه. الكفه اللي بتبقى تقيله دي في الايموشن هيلينج ثيرابيز او التكنيكس اللي بتتعمل بتوازن الشعور ده، فبيبدا الانسان يبطل يكره نفسه، يبقى نظرته لنفسه فيما يتعلق هذا المعتقد محايده. او لما يحصل موقف يدوس على المعتقد ده عشان يطلع الاكشن بتاع انه انا ما استاهلش، فيقوم عامل حاجات علشان خاطر يثبت المعتقد ده. او العقل الباطن دايما بيبقى عايز يثبت المعتقدات. ممكن نبقى نتكلم في فيديو تاني عن العقل الباطن بيبقى بيعمل ايه عشان يخلي المعتقدات دي حيه. اوكي، دايما بيبقى عايز يثبت المعتقد انه غبي، فعلشان كده بنعمل اكشنز عشان خاطر تثبت المعتقد ده. فاللي بيحصل ايه بقى في الايموشن هيلينج ثيرابيز او السيشنز؟ ان احنا زي ما قلت لكم بنحايد الشعور ده، فبالتالي بيبدا الانسان
يعمل اكشنز متوازنه. وبنبدا من هنا بقى يحصل التوازن اللي لما هو يشوف موقف كان بيتريجر عنده الايموشنز اللي بتخليه يعمل اكشنز معينه عشان يثبت المعتقد انه غبي، بتبدا تتوازن، فالاكشن يبقى متوازن، المشاعر تبقى محايده، وستيب باي ستيب خطوه بخطوه يبدا المعتقد اصلا يتكسر ويتبني بداله معتقد تاني. وساعات في برضو شغل بيحصل على المعتقد ذات نفسه. بس فانا كنت بتجاذب مع صاحبتي اطراف الحديث وشاركتها الفكره دي وقلت لها عليها، فحبيت اشاركها معاكم برضو عشان تعرفوا ايه اللي بيحصل جوه الجلسات دي وايه التكنيكس وايه الفايده اصلا من الجلسات دي، لان هي بيبقى ليها اثر ايجابي جدا على الكواليتي بتاعت جوده الحياه بتاعت الانسان، جوده تفكيره، ده جوده نظرته لنفسه وللبشر. فده اللي انا بعمله في السيشنز بتاعتي. لو عايزين تعرفوا تفاصيل اكتر انا كده هنزل ان شاء الله فيديوهات اكتر عن المواضيع دي عشان نفهم هو احنا بنرياكت ازاي كده، ليه بنفكر بالشكل ده. ولو عايزين تعرفوا اكتر برضو عن الجلسات اكيد ابعتولي في اي وقت. وشكرا ليكم، يلا يومكم سعيد، مع السلامه.